السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مصطفى بدر، وهنتكلم النهارده تكملة الفيديو الأول عن الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز. هنتكلم النهارده عن راوند 2، الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. نبدأ الجولة الثانية راوند 2 بأول ماتش، بطل كأس العالم للأندية البلوز تشيلسي في مواجهة ويست هام يونايتد الهامرز. ماتش انزو ماريسكا. مباراة بتنفي كل الشكوك اللي حصلت في الجولة الأولى لتشيلسي، وإنزو ماريسكا بيقدم أداء ولا أروع ولا أحسن ولا أمتع، وبيثبت للكل إن تشيلسي بطل كأس العالم للأندية هيقدم أداء قوي الموسم ده. كسب المباراة بخمس أهداف. خمسة. تشيلسي كسب المباراة بخمس أهداف مقابل هدف واحد لويست هام. نبدأ بأهداف ويست هام. اللي سجل هدف أول لويست هام الأرجنتيني الرائع لوكاس باكيتا بتسديده صاروخيه من بره ال 18. ابتدى بهدف روعه. الهدف ده انا حاسس ومتوقع ان هو ممكن ياخد احسن هدف في الجوله الثانيه. بعدها بقى بدا ايه؟ طوفان سماوي تشيلساوي. البلوز مسح بويست هام الارض الصراحه. خمس اهداف ورا بعض، ولا احلى ولا اروع ولا امتع. يبدا بالهدف الاول مين؟ جو بيدرو الوافد الجديد. بعده بيجيب الهدف الثاني بيدرو نيتو. بعد ما تقدم بيدرو نيتو بالهدف الثاني، يحرز لاعب الوسط الرائع انزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقه 34 عشان ينتهي الشوط الاول بفوز عريض وكبير لتشيلسي 3-1 بعد التاخر في النتيجه لما كانت ويست هام سجل الهدف الاول. يكمل تشيلسي روعه الاداء في المباراه، وكل ده بغياب كول بالمر اتصاب في الاحماء زي ما عرفنا قبل بدايه المباراه. اتصاب في الاحماء بشد خفيف في العضله الاماميه او الخلفيه مش عارف. ما كانش على دكه البدلاء اصلا في الماتش ده، مع ان الكل كان متوقع انه يلعب، بس الاصابه بقى. كل الاداء التحفه ده في الشوط الاول من غير كول بالمر. نكمل بقى الشوط الثاني. تشيلسي ينزل يكمل الاداء الروعه اللي بيقدمه. يسجل مويسيس كايسيدو جول تحفه، ويسجل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقه 54 بعد بدايه الشوط الاول. الشوط الثاني ب 10 دقائق كده. ويكمل بقى الغله ويزود النتيجه اللاعب اتشالوبا، ويسجل الهدف الخامس لتشيلسي بنتيجه كبيره وعريضه بتثبت للكل ان تشيلسي راجع. ان تشيلسي الجوله الاولى ما كانش احسن حاجه، بس اثبت للكل في الجوله الثانيه انه راجع وبدا قوي قدام فرقه كبيره ويست هام. وكل ده وكل بالمر زي ما قلت مصاب، فما بالكم بقى لو كان اصلا بالمر بيلعب كمان كان هيقدم اداء اروع من كده بكتير.